كلنا اتأثرنا جامد قوي بوفاة حازم، ناس كتيرة جدا حتى ناس اللي ما تعرفوش. انت عملتي مع موقف ازاي؟ متأكد ان انت اتهزيتي؟ متأكد؟ بص يا شادي، انا متهيألي يعني لو الواحد كده في حياته في مواقف كده بتكسر ظهره، ده الموقف اللي انا بعتبره كسر ظهري. بس خليني اقول لك، او يعني هو حازم اصلا بالنسبه لي ايه؟ حازم جوزي وصاحبي وحبيبي ونسي وظهري وسندي وحد كنت مستريحه قوي معاه، بضحك مفيش ومش حسابات. بس بحبه، انا حاسه كمان، يعني انا عارفه ان انا كمان مهمه بالنسبه له. فحازم ده بالنسبه لي كان كمان، بقول لنفسي دايما هو العوض، هو كده الحاجه اللي ربنا ادهاني دلوقتي ببص عليها، عارف، استراحه المحارب، هو ده كان وقت راحتي. فهو بالنسبه لي شيء كبير جدا جدا جدا. فقده بقى فجأة، ده بالنسبه لي كانت صدمه بقى فظيعه. انه انا، هو حازم اتوفى 43 سنة فجأة بدون أي يعني ما كانش تعبان، ما كانش بيشتكي من حاجة أو كده، very active، اتوفى massive heart attack في 2020. يوميها احنا قفلنا التليفون مع بعض 10 دقايق، وأخوه بيكلمني يقول لي حازم وقع في اجتماع. هو كان يوميها الصبح تعب، رحنا المستشفى، روحونا، ما فيش حاجة، طلع على شغله، طلعت على شغلي، قعدنا يوميها قعد يكلمني في التليفون، قعدنا نتكلم مثلا نص ساعة، ساعة الا ربع، بعدها ب10 دقايق قفلنا. 12 و10 بتجيلي مكالمة، حازم وقع وهو طالع الميتنج. فطول ما انا رايحة الطريق للمستشفى انا في دماغي impossible، ربنا مش هيعمل فيا كده، ده لا يمكن ربنا يعمل فيا كده ليه؟ وفي دماغي يعني هو ميدل ايج مان مدخن، هيعملوا له دعامة، يعني في دماغي بقى سيناريوهات راح راجع. ما وصلت بقى المستشفى وعرفت وكده، هو أنا كأن روحي كده بتتسحب مني، أنا كأني بحلم، كأني عندي قناعة إن لا يمكن ربنا هيعمل فيا كده. حتى أقول لهم تاني أكيد لأ، وأقول للبست فريند بتاعه طب اتأكد، طب ادخل واتأكد. وبعدين كانت الساعة مثلا بقت 1 قبل ما وصلت، قلت لهم أنا عايزة أدخل أصلي الظهر، وبصلي وبدعي إنه يا رب يبقوا غلطانين. اليوم ده متهيألي ده أوحش يوم في حياتي. أنا يعني اليوم ده والأيام دي عامة، أنا بقى لا دريانة بحاجة ولا راضية أخد حاجة، لا خدت مثلا منوم، لا خدت مهدئ. أنا مش بقول إن الناس لما تتحط في الموقف ده ما تاخدش ده، طبعا لو لازم ياخدوا ده طبعا. ياخدوا ده، بس أنا كان اختياري الشخصي إنه لا، كان عندي، كنت ما بين حاجتين، ما بين أنا I'm in touch with reality وأنا مواجهة الواقع وعارفة إنه هو اتوفى وإنه مش راجع، بس أنا دفنت حاجات كتير قوي معاه. دفنت حياة كنا عايزين نعيشها مع بعض، بأحلام معينة، بطموح معينة. دفنت الحياة الطبيعية بتاعتي، دفنت أب لأولادي، دفنت ظهري وسندي، دفنت ثقتي في نفسي وثقتي في قراراتي. يعني كنت حاسة كده إني lost، بس ما فقدتش إيماني. يعني لو هنرجع تاني لحتة ربنا بيعمل الخير، كنت عارفة إنه الخير، بس مش عارفة استوعبه. ليه ده الخير؟ طب ما الخير له حاجات تانية وحتى إيمانك بيتهز. يعني أنا أستغفر الله العظيم يا رب، كنت بقول لنفسي يعني ده أنا ماشية جوه الحيط، ليه أفقد من دي سؤال. ليه أفقد أكمل حياتي؟ كمل. ليه هفقد أهم حد في حياتي؟ بعدين حازم كمان مش شخص عادي، حازم عنده presence كده، يعني أو عنده حضور. هو في لفظ كده بالإنجليزي بيسموه the life of every party، وهيدخل المكان كده دوشة يعني
استغفر الله العظيم يا رب، كنت حاسة ان اتغدر بيا كده، يعني كنت حاسة انه بس كان عندي دايما ايمان. انا كنت بقعد يعني، وجات لي هدية من ربنا بقى وقتها، هي هدية بسميها معية الله. يعني انت بتحس ان ربنا معاك، ربنا معاك دي يعني ربنا مش هتشوف ربنا ولا هينزل لك، انه ربنا هيبعت لك الناس الصح، هتسمع الكلام الصح، هيبعت لك الدعم الصح، هيهيأ لك الظروف المظبوطة. انت موجوع بس انت حاسس انك مسنود.